يعني لو انا حطيت نفسي جوه كلمه وعي، مش مشهور، انا مش مشهور، انا مش مشهور، تكير بقى، خلي بالك، هل انا فعلا عايز اعيش الوعي ده ولا انا بدور على وعي اوسع من كلمه انا مش مشهور؟ فده بس ايه دي النقطه. يعني دي حاجه تقصدي ان ممكن يعني ده اول حاجه احنا بنناقش فكره اسمه مش مشهور لمقدم بودكاست مش مشهور، دي حقيقة. عشان افهم بس التفصيل. ممكن اصدق نفسي ان انا مش مشهور مثلا، بالظبط، هي دي الفكره يعني. اللي هي فكره ان الناس بتقول، او في بعض يعني الحاجات بتاعت اسمها ايه، تنميه الذات والتفاصيل ديت، تمام. عشان طبعا ايه، انا واحد من الناس يعني ايه بقرا في الحاجات دي كتير يعني. ان لو واحد قال الحاجه مثلا 5 10 15 17 24 مره واحده كده بيوصل ان هو يصدق نفسه في الحته دي. دي حقيقه. ما بتقليش بقى احنا جلدنا نحس يعني بص بقى والله العظيم. انا عارفه اللي هو في مثال بيقول اللي هو الحديد ايه بولي ونحن لم بولينا. هو بس يعني ما احنا بقى هنا بنستغل الفرصة الجميلة دي ان احنا نتبنى معتقدات جديدة تفيدنا وتخدمنا في ممارسات حياتنا اليومية. هو ده اعتقد الهدف اصلا من المعرفة. احنا بنروح ناخد كورسات كتير وبناخد دبلومات كتير وبنتكلم كتير كتير كتير. ايه الهدف اصلا؟ ايه الغاية من ده؟ ان انا اراجع معتقداتي واشوف هل تبني المعتقد ده لوقت اطول بيفيدني ولا لا. احنا النهارده بنرمي بذره جديده ان احنا ننتبه لموضوع الاسماء، الكلام الكتير اللي علم النفس المعاني نفسه يعني. طبعا مفهوم يعني. طبعا انا باخد من الانرجي بتاعته زي ما انا باخد من الانرجي، باخد من طاقه المكان اللي انا فيه، باخد من طاقه اللبس اللي انا بلبسه، باخد من طاقه الكلام اللي انا بقوله وبسمعه لنفسي consciously على مستوى العقل الواعي وعلى مستوى السب كونشس. وبيبان جدا جدا ده معنا بقى في الجلسات. اول ما ندخل في حاله المديتيشن اسمع بقى السب كونشس بيقول ايه. واوقات برضو بتبقى في حته جوانا متغطيه ورا نقطه انا مش مشهور، لو احنا لسه بصدد الكلمه ده حاجه حلوه قوي. تمام، انا مش مشهور بس انا وراه انا عايز الشهره جدا. ما دي حقيقه فعلا. جميل. طب ما نخلي بقى نعمل التناغم ما بين الاثنين. يعني زي ما شرحت لك قبل ما نسجل او قبل ما احنا هنعرض طبعا الحاجات دي بعد اذنك يعني لو هنشيل منها حاجات بسيطه يعني. فكره وضع اسم لبروجرام على السوشيال ميديا او على بروجرام على الاذاعه او ليه ميكانيزم، ليه طريقه. فكان هدفي فيه ان هو فكره ان انا يعني مثال احنا ساعدنا ناس كتير واشتغلنا مع ناس كتير، فالناس دي بالنسبه احنا بالنسبه لهم ناس مشاهير جدا. ممكن تقف في الشارع تتصور معانا، ممكن انت تدي جلسه، تدي ورشه، تدي بتاع ليها شهادات سيرتيفيكتس، الناس تقول لك بعد اذنك انت بتبقى مش مصدقه ده، ممكن بس اخد صوره مع حضرتك تذكاريه كده، فتحس ان انت يعني نجمه مجتمع وتحس ان انت شغاله في الحته دي. فانا لما باجي بختار اسم مفتوح بالنسبه لي، يحط لي فكره ان انا راجل المعد والمبرمج والمونتير والمش عارف ايه وفي كل حاجه، فبحط فكره تساعدني عشان استمراريه الهدف نفسه. لان طبعا احنا في السوشيال ميديا هو سوق. السوق ده يعني دلوقتي حالا، عشان الناس دايما نقول ايه، ممكن مثلا يبقى دكتور مثلا يبقى قعد 20,000 سنه في حياته بقى مشهور. ممكن دلوقتي مثلا بسبونسر، بشركه دعايه، شركه اعلاني. لا انا شايف ان لا، دلوقتي بدات الدنيا ترجع لمكانها تاني. ان اللي هو الاصل اللي هيكمل، الناس اللي بتدور على القيم هي اللي هتكمل، الناس اللي هي مستمره فعلا، الناس اللي بتخدم الناس هي اللي هتكمل على سوق السوشيال ميديا. لان طبعا انا يعني في على مثلا على قناه اليوتيوب بقى لي فتره طويله جدا وشايف سياساتها وشايف اهدافها. الناس مثلا شايفه ان الشورتس مثلا هي اللي المفروض نعملها وكده، على الرغم من ان اليوتيوب بيبعت لنا ايميلات كتيره جدا اعمل شورتات وما بيحاسبناش عليها ولا بيشتغل عليها ولا اي كلام من ده يعني. تمام، بس هو محتاج الفيديوهات الطويله اللي فيها قيم، لان هي دي اللي بيحط فيها اعلانات. تمام، هي دي اللي شغاله يعني. الساعه دي بيحط عليها 15 20 اعلان من بعد 100 مشاهده. زمان ما كانش كده، ما كانش السياسات كده. عايز اوصل رساله ان في الاول في الاخر السوق اللي احنا فيه ده هيستمر فيه الحاجه اللي ليها قيمه. طب احنا محتاجين ايه؟ زمن. طب انا عشان استمر ما يأس بقى، ما تدبش فيا روح اليأس من خلال اسم مش مشهور زي ما حضرتك
فهمتيني كده؟ لازم انا ابقى عندي وعي كامل باللي انا بعمله. انا في منطقه خطر بس هحاول اخاطر مخاطره محسوبه. ربنا يقويك. فهمت الفكره؟ يعني هي دي يعني عارف بالظبط بالنسبه لي، واحنا بتوع الطاقه بنسمع شويه اللي ورا الكلام، كأن انا بقول ودنك منين يا جحا، وده جميل حلو يعني هي لطيفه، بس محتاجه منك انت، طالما انت بقى اللي صاحب البيت وصاحب النيه، محتاجه منك شغل من نار يعني. والله احنا بنحاول اهو بنشتغل، بس ما ننكرش تمام ان احنا كبشر وطبعا روح الضعف موجوده فينا، ممكن نيأس، نحصل لنا مشاكل. ده لازم اصلا يعني من خلال حاجات كتير. على فكره هقول لك حاجه، مش شرط اسم مش مشهور بس يعني في ناس اصدقاء ليا او ناس يعني نعتبرهم ناس بتساعدني، ناس مقربين، يا عم انت بتجيب اصحابك تستضيفهم، يعني ما في تحفيز سلبي دايما يعني وكده. بس طبعا ممكن يعني. طب هسألك سؤال مهم، هل ده بيختلف في العمر ما بين انسان للتاني؟ يعني مثلا احنا هنقول مثلا ان في احقاب عمريه مثلا من 10 ل 20، من 20 ل 30، هل تختلف يعني؟ هي تختلف، بس انا عايز ارجع سيكا شويه كده في كلامك في حته ان احنا اوقات بيزورنا زوار من اليأس ممتصين الطاقه يعني. ممتصين الطاقه والكلام ده كله. ده هياخدنا لبدايه ما انا حسيت ان انا عايزه اجي اتكلم معاك هنا. علم الطاقه اصلا قايم على نظريه مش كتير بيتكلم فيها، نظريه الاتزان. ايه نظريه الاتزان دي؟ اللي هي 50-50. انا دلوقتي بالضد بتعرف الاشياء. يعني ايه؟ انا دلوقتي عشان خاطر اعرف ادوق طعم الحلو لازم يزورني طعم الوحش، مرض الحلو. لازم ده لازم. وفي الطاقه احنا بنتعلم ان احنا نكون دايما في منطقه النص. انا لا مشدود قوي ناحيه الحلو ولا مشدود قوي ناحيه الوحش، وببقى عارف ان ده بيخدم ويفيد في مرحله وده بيخدم وبيفيد في مرحله. بس بنتعلم مع الوقت ومع الممارسات ان انا سلمى مش الحلو وانا سلمى مش الوحش. دول زوار. عندي النهارده زياره مشاعر فرح، اهلا وسهلا. عندي النهارده زياره مشاعر يأس، اهلا وسهلا. بتعرف على الشعور، بشوفه قدامي بس ما بنخرطش معاه. ودليل اصلا ان انا كائن متزن ان انا يبقى عندي من كل الزوار زياره، وكل بقى زياره تاخد واجبها. ايه الفرق ما بين الاحساس والشعور؟ الفرق بين الاحساس والشعور، لا sense and feeling بالانجليزي. طاقيا عندنا الشعور ده حاجه مرتبطه بالعاطفه. يعني ايه؟ انا حاسه ان انا بحب، انا اشعر او انا اشعر عشان نستخدم اللفظ ماشي. انا اشعر بالحب. تمام. انا حاسه بقيت حاجه في جسمي. انا يعني قلبا وقالبا بالظبط. الاحساس مرتبط بفيزيكال سensation. فدلوقتي لو انا عايزه اتعرف على نفسي، عايزه اتفرج على سلمى، عايزه اتفرج على محمد، فهتفرج عليه في ايه؟ في المرايات اللي حواليه. ممكن استخدم الصوت اللي بره ده، لان الصوت اللي بره ده عندنا في الانرجي ده جاي لي برضو برساله. فده معناه ان هو عزف لي على حاجه جوايا، لمس حاجه جوايا، حركت الاحساس ده. فده يعني عندنا حتى في انواع المديتيشنز بنستخدم فيها الاصوات اللي بره، لان في الطاقه بنتعلم ان اصلا الكون كله ما فيهوش غيرك، انت بس. انت صاحب كل المشهد الجميل ده، انت اللي خالق القعده الحلوه دي، وانت اللي خالق الصوت اللي بره، وانت اللي خالق الديستراكشنز، وانت اللي خالق المشاعر كلها، خالقها لان هي بتخدمك في المرحله اللي انت فيها دي، من ضمنها سلوكياتي، مشاعري، احاسيسي مثلا يعني. طب ارجعي لي بقى لحته بره جوه دي. يبقى انا اشعر بكده لما انا اشعر بالحب. ده شعور. في الطاقه عندنا محله ممكن يكون مكانه مثلا القلب مثلا. الاحساس ممكن يبقى محله مكان تاني. الاحساس ممكن مثلا حتى بيبان جدا، انا مريت بمشاعر قلق، الاقي بطني كركبت، ده بقى اسمه احساس. وعندنا في الطاقة ده معناه ان انا عشت درجة اعلى من الشعور. معنى ان الشعور وصل انه بقى ليه physical sensation،
ده معناه ان هو اتكثف جواه بقى قتل. ازاي فكره اني لا اكذب ولكني اتجمل؟ لما انا ابقى مش عايز اعمل حاجه فلا جوايا كبير قوي عن اللي حواليا، فبان مش حلو تجاه الموقف اللي انا هعمله. ده البادي لانجوج تتكلم في الموضوع ده كتير يعني. هي بس برضو في نقطه مهمه شفت الفيلم اكيد طبعا. الفيلم ده لا والله مش شفتوش. ده خدت الاكسبريشن يعني. ده فيلم كبير بتاع احمد زكي وبتاع آثار الحكيم، وفيلم انا يعني واخد موقف ليه لما ببقى واحد مثلا مش عايز يعمل حاجه وناس ترغمه على شيء معين، فكلمه لا جواه بس هو مكسوف يقول لا، فبيعمل بتاعتهم بس ما بيبانش لا احساسا ولا شعوريا تجاه الموقف مظبوط، فبيطلع مايع فاتر. ما هو بقى ايه، انا ببقى متخيل اللي في الموقف ده بيبقى متخيل انه مش باين. لا هو باين على البادي لانجوج بتاعته والضحكه تبقى صفراء، الطاقه بيبان، الانرجي بتاعته بتبان، البادي لانجوج بتاعته بتبان. فاحنا اصلا بندور على ايه؟ بندور اصلا انا ليه مضطر اكذب؟ محدش ليه عندك حاجه يعني. ده مبدا كده. لو انا عشت بالمبدا ده ان محدش ليه عندي حاجه، هيظهر لي بقى تحتي ايه؟ اصل هيزعلوا، اصل هيتاثروا، اصل مش عارفه ايه، اصل هطلع شكلي وحش. يبقى انت اللي خليت للاخر عندك حاجه، فاضطريت تمارس سلوك وصلك للمنظر ده. زي من كان للناس كالناسا مثلا. ايه رايك؟ حلو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بيكم في بودكاست مش مشهور، حلقه استثنائيه مع دكتوره سلمى جاد. يا دكتوره، انت دكتوره بشري ولا صيدلانيه؟ ايوه صيدلانيه، تمام. بس احنا بنتكلم في موضوع تاني خالص، علم الطاقه الحيويه بقى ويعني ايه ذكر ويعني ايه انثى وتفاصيل بقى. ليله حلوه قوي النهارده يعني ايه، عيشوا معانا في مقدمه هنحطها في الاول قبل قبل حاجات كانت خضت اصلا، خضت جدا، انا ما وعيتهاش داخل عارفه بقى جرنا كلامنا بعد المقدمه الجميله الحلوه دي ايه لسؤال مهم جدا يخص كل انثى. اوكي. يا ترى الذكر اللي هو زوجي يعني جوزي او اللي انا مرتبطه بيه بعلاقه بيحب شكلي صورتي كأنثى، ولا بيحبني انا كأنثى؟ اوكي. وهنا ليه ربطت السؤال ده بالمقدمه بفكره الاحساس والشعور؟ لا او ان انا لما تبقى في علاقه ما بين اتنين وهي مش هو شايفني حلوه فهو حابب جمالي بس مش حاببني انا. اوكي. وده سؤال ساعات بيعمل مشاكل عند تحديدا الاناث او السيدات. فتتفقي ام تختلفي في هذا السؤال اللولبي العميق؟ انا اتفق فيه جدا، بس هو يعني ايه اشكريني على السؤال الاول. يا نهار ابيض، دي دخله عبقريه. شكرا جدا على الدخله العبقريه. اشكريني على السؤال. انا عايزك شكرا جدا على الدخله العبقريه بصراحه. دخله عظيمه وخطفني. لا دخله بصي تحسي من جاي لولبيه، دخله لولبيه. لكن المايك يا سيدي. دخله لولبيه. والله السؤال حلو جدا، تمام. بس يعني ايه، هبتديهولك من حته بدري شويه. السؤال بتاع هو بيحب طبيخي ولا بيحبني انا، خارج منين عند الست اصلا. انا لو انا عند وعي انوثه في نضج كافي هبقى عارفه انه بيحبني انا، بعدين حب طبيخي. لو انا لسه مش واثقه من نفسي ومش واثقه من امكانياتي، مش متمكنه من انوثتي، هبقى هممني انه يقول لي الله طبيخك حلو عشان يشوفني حلو. ما هو السؤال ده في احنا كده بنتكلم على ضعف شخصيتها هي، او هي مش ضعف، قله وعي، ضعف الوعي. السؤال ده بيعملها مشاكل لانها مش بتبوح بيه. يعني على فكره اي حد من السيدات هيتفرجوا على البودكاست هيستغربوا انه راجل بيسال السؤال ده. مو اكيد لمسك بشكل شخصي يعني. لا خالص. لا والله لمسي اللي انا يعني في علاقاتك عموما. لا انا فعلا لقيت ان ده فعلا موجود. لا خالص والله بشكل عام. انا طول حياتي بشتغل يعني شغلي كله مع السيدات، فلاقي المشكله ديت ما بينهم. يا ترى انت شايفنا يعني حلوين فعشان كده انت مثلا بتشغلنا ولا احنا بنشتغل كويس؟ وسط صوره يعني هي دي. انا زي ما وضحت العلاقه. طب ده بيعمل مشاكل بقى، ما هو بيظهر هنا شخصيه مش مظبوطه او الطاقه بتقل او بتنفذ او تفاصيل كده. بيظهر شخصيه مش متزنه
مستنيه الفاليديشن من بره. هي تعمل ايه بقى؟ اول حاجه عندنا احنا مثلا بنتكلم عن الانثى، في الانثى او في شغل الطاقه عموما، اول حاجه تعملها ترجع خطوه لورا شويه وتسال نفسها هي ليه محتاجه فاليديشن من بره، ايه اللي محتاجه تاخده من بره هي مش قادره تديه لنفسها من جواها. في يعني مدرسه كبيره جدا انا شخصيا مديونه لها بالفضل، مدرسه لويز هي للسيلف لاف، الكلام عن حب الذات. هي لويز هي دي كانت دكتوره كبيره وعالمه رهيبه وست يعني صاحبه تجربه حياتيه مفيش يعني تقيله، تجربه حياتيه تقيله يعني. الست دي بتتكلم ان منشأ كل خلل ممكن الانسان يمر بيه نابع من lack of self love، نقص حب الذات. فلو انا بواجه مشاكل من النوعيه دي حواليا مش قادره بقى بعبر عنها وماخدش الاجابات المناسبه، منبعها lack of self love. وهي ليها طرقها في اكتشافها وكمان طرقها في التعامل معاها لو انا هنتهج المدرسه دي في التعامل مع التحدي ده. ده اللي المفروض الست تعمله، ان هي تبدا تحب نفسها كويس. ده اللي المفروض كل بني ادم يعمله، انه يحب نفسه كفايه. مش بيحصل قوي. بص هقول لك على حاجه يعني ايه الاسباب اللي تخلينا ما بنعملش كده؟ الاسباب كتير، من ضمنها رقم 1 انا اصلا مش قادره احط ايدي على المشكله. يعني في دوائر كده التعرف على الذات بنبتدي الاول نتعرف على نفسنا من خلال برمجه الناس اللي حوالينا تجاه التعريف عن الحب. مثلا لو هنمسك شعور الحب، انا مثلا انا بحبك، اذا انا هقوم اعمل لك اكل. انا اتربيت في بيتنا ان ده معنى الحب، بس ما هو ممكن يكون لغه الحب بتاعتك غير اللغه دي، وانا مثلا مش مديه لنفسي المساحه الكافيه ان انا اتعرف عليك من خلال لغتك انت، مش اللغه اللي انا متعلمها في بيتنا. برمجه مجتمع او برمجه اسره. رقم 2 تحفظات دينيه. مثلا الست ما ينفعش تعبر عن مشاعرها، احنا اتربينا على كده، الست ما ينفعش تعبر عن مشاعرها رغم ان ده اصلا مش موجود. دي تلبيسه احنا ملبسينها للحياء بتاع الانثى او لشكل التعبير بتاعها، ان هي ما ينفعش تعبر تقول هي عايزه ايه. فمن هنا بتحصل التحديات. امتى بقى بنبتدي نقول وقفه انا محتاجه اكتشف نفسي؟ اول ما خلاص بتبقى المشاكل كتير ومتكرره. دي العلامه دي العلامه. يعني انا دايما عندي يعني بلاقي ان المشكله دي بتتكرر كتير في علاقتي مع زوجي او مع حياتي او كده. او بقى حتى كنت مثلا ما باخدش من مامتي الحب الكافي، ما باخدش من ابويا الحب الكافي، ما باخدش من اصحابي الحب الكافي. دايما بطلب الحب بصور مختلفه، بقدم هديه عشان خاطر تجيلي هدايا، بمثل ان انا عيانه عشان خاطر اخد اهتمام. ده بقى يجرنا للسؤال الاولاني اللي هو السؤال اللي في النص، يا ترى انا ولا شكلي، انا ولا بالظبط. الشعور كده ولا كده موجود، احنا مش بنعرف. يعني عندنا مبدأ كده، المشاعر لا تمنطق ولا يتم الحكم عليها. انا اشعر بكذا فانا اشعر بكذا، تمام. السلوك بقى اللي انا هعمله ورا الشعور ده بتاعي انا. اقول لك بقى اساليني انا السؤال ده، اوكي ارد عليك كذكر بقى ولا رد عليا كذكر؟ لا على فكره بصراحه شكلها ده اصلا دي مدرسه بتتكلم في فكره ان الراجل، معظم الرجال بصريين. هو كده اصل شكلها هي. ايه الفرق؟ انتوا ليه تعبيننا انتوا هبلنا ليه معاكم بصراحه يعني يعني انتوا تعبيننا ليه؟ يعني الشكل هي، اكلها هي، هيطلع حلو عشان هي حلوه. ينفع اقول لك ان محمد هو الجاكيت؟ ممكن. تعالي ده. لا طب ينفع اقول لك محمد هو الفلوس اللي هيديها لي اخر الشهر؟ ما هو ده عشان انت بتفكري بعقليه ان يعني فيها يعني كسيده. مش ده مش عقل. هو الراجل بيفكر كده، مش كل الرجال. انا مش هخش في حته الراجل والست، بس هو مش كل الرجال. دخلت فيها جدا ويعني طب نطلع تاني بقى. طيب تعالى نطلع بس منها النقطة. طب استني بس. اتفضل.
انا بقول راي الرجاله، ممكن ما يكونش رايي. بقول راي الرجاله كلهم وانا يعني انت كده ممثل للرجاله وانا ممثله الستات. لا خالص، احنا بنتكلم على فكره السؤال ده. أوكي. مهم جدا، ساعات بيعمل مشاكل في العلاقات. أوكي. لو جينا على قصه الحب اللي حضرتك ذكرتيها، لما وكمان انت قلتي قبل كده ان احيانا لما الشيء بيحصل له النقيض بتاعه بيبان الشكل الحلو بيه. طبعا. تكلمتينا عن الحب، والحب ده علاقه ما بين اتنين، ايا كان بقى ام وولادها، حتى حب الحاجات الماديه مش شرط المعنويه يعني. تمام. هنا هيجرني لمرضه الا وهو التعلق. يعني بيجي لي هنا مشاكل ان انا بتعلق بالشيء بقى، لان احنا عايزينها تطبخ. اوكي. يعني انا عايزها تطبخ، فهنا كل ده بيأثر على طاقه الست وانتاجها. اوكي. ومن هنا بيخش دور الطاقه الحيويه في القصه. فدي سلسله الفكره واسئلتي ليها. عشان انا ليه بضعف طاقه؟ ليه بضطر ان انا اكلم حضرتك؟ ليه جاي احضر ورشه عندك اصلا؟ ليه اجيلك تكلميني؟ ليه كمان لو انت بنتقاضى مثلا رسوم او ادفع؟ ليه ادفع؟ ليه انا كست ادفع؟ اعمل ده عشان احسن من طاقتي، عشان انتاجي يتظبط. صح كده ولا انا بره المجال ده؟ انت معايا؟ احنا على نفس الموجه. الموجه. بس انا يعني ايه، كان عندي حته عايزه اقولها قبل الموجه دي. تمام. انا دلوقتي لو مش عامله علاقه حب سليمه بين سلمى وسلمى، مش هعرف اعمل علاقه حب سليمه مثلا ما بين سلمى وداليا، يبقى هناخد سلمى ومحمد. يبقى احنا ردينا قلنا اساسها عدم تعرف على الذات او الوعي بالذات. ده رقم 1. انا مش عارف انا بحب ايه، بكره ايه، وده كله ذكرتيه. بالظبط. احنا هنتكلم بقى ان واحده مش عارفه خالص. اوكي. وهنتكلم على الانثى لان انا شايف ان هي كل المجتمع. اوكي. يعني سيب بقى من موضوع الرجاله، يعني الرجاله ده انا بهزر يعني فيه، لا هو كل المجتمع. لان لو ده صلحت الانثى اعتقد الدنيا هتتعدل كتير جدا. اوكي. حتى لو الرجاله اللي هم بيحبوا الشكل والجو ده برضه هيتبسطوا وتبقى الدنيا حلوه برضه، عشان هي مرتاحه نفسيا، طاقتها مظبوطه، فعلا فاهمه هي عايزه ايه، فعلا هتخرج للمجتمع نشأة عاملين ازاي. طبعا. فدي حته مهمه جدا يعني. انا عشان كده انا مصر على الجزئيه دي. اوكي. طيب اذا نقدر نقول الحب مرضه التعلق، ولا ما نقدرش نقول حاجه زي كده؟ ولا ما نقدرش نقول ايه هو التعلق وده بيدور الطاقه في ايه؟ اوكي. انا بحب قوي ابسط المصطلحات. كلمه تعلق في حد ذاتها مش مشكله، انا متعلقه بالكوبايه ده تمام، لكن سلوكياتي مع الكوبايه نتيجه الشعور ده هي دي اللي فيها تحدي. الله اكبر عليك. احنا بس كلمه التعلق واخده برضو ايه، برمجه، وواخده حاجه كبيره قوي قوي قوي. ده التعلق ده حاجه حلوه. صح. تعالى نوصل اصل كلمه تعلق ايه. هي حاجه انا بعلق عليها، حاجه بتخدمني اصلا بالاساس. امتى بقى بقت الحاجه اللي بتخدمني دي بقت مشكله؟ ان انا خلاص ما عدتش شايف غيرها. وشايفها طول الوقت مكان انا بستمد منه اللي انا عايزه. هنا بقت السلوك بقى سلوك غير صحي تجاه الشيء اللي انا متعلق بيه. تمام. فعشان كده انا مش مع قوي مدرسه ان الحب عكسه التعلق، او ان ده برضو دي الحب عكس الكره مثلا، يعني عشان الناس بتسمعنا بس مثلا انما التعلق ده شيء تاني او شيء تاني انا بستخدمه بقى ازاي. قد يبدو ايجابي او سلبي يعني. قد يبدو ايجابي او سلبي حسب استخدامي ليه او سلوكياتي معاه. نسجل وهو شغال. تخيل بقى الراجل اللي طالع بيتكلم بره ده انت اللي عامله ازاي بقى؟ فاهمين؟ طيب هو محسسك بايه الراجل اللي بيتكلم ده؟ انه حاجه مش مناسبه للموقف اللي انا فيه. ايه اللي جواك محرك الشعور ده، محرك السلوك ده؟ لان انا عمال بقى مسجل وده ضايقني يعني. انك انت عايز الصوره تظهر في افضل صوره ممكنه ليها. seeking of perfectionism. صح ولا غلط؟ يعني نسجل وما يوقفش. لا يعني والله. طب كلميني في دي اكتر. طيب سيبك في السؤال اللي كنت هسأله. اوكي. يعني دلوقتي النويز دي يعني بايه بتضر الطاقه في ايه؟ بتضر او بتساعد على ايه؟ عندنا هي لا بتضر ولا بتساعد. هي حاجه موجوده، تفاعلي معاها هو بقى اللي يبتدي يخرج بقى من جوايا. انا جوايا ايه دلوقتي؟ انا لازم اوقف تسجيل لحد ما الصوت ده يعدي. طب ايه المشكله ان هو يكون موجود؟
واقع الامر ان الراجل ده الراجل خارج على اكل عيشه وبيدور على رزقه، زي ما احنا قاعدين هنا وانا وانت بندور على رزقنا. بس هو ان مفيش تقاطع. هو المفروض يعني بالنسبه لشغلنا ده هو ملوش ذنب، صح، لان انا المفروض اعزل الاوضه دي. يعني المشكله في ايه؟ شوف بقى ايه، شوف بقى تصرف من راجل بره خرج منك. انا المفروض اعزل الاوضه. انا حدي امثله، انا ما عزلتش الاوضه عشان خاطر التكاليف. انا البودكاست محتاج يجيب فلوس عشان خاطر اعزل الاوضه عشان صوت الراجل ما يأثرش. شوف كم حاجه ظهرت لمجرد صوت عابر. عندنا بقى في الطاقه الاصوات دي موجوده جواك بس انت مش سامعها، بس ليها راديشنز، ليها فايبريشنز. الفايبريشنز دي الكون بيلقطها فيجيب لك حد معدي عشان يخرج الاصوات دي من جواك. يعني هو بعض الاديان هي زي عباده اسمها عباده التفكر، يعني تأمل ده طبعا ده مش بس عباده، ده يعني عباده وليها غرض تاني اسمه التواصل. طب كلميني شويه عن سلمى جاد بقى. ليه اصلا قررت ان هي، انا عارف انت لسه بتشتغلي في مهنه الصيدله يعني، ولكن ليه قررتي تتكلمي في علم الطاقه الحيويه وحضرتك دلوقتي استاذ يعني؟ ليه يعني اديني السبب بس الحقيقي. السبب الحقيقي بلاش رد تلفزيوني. السبب الحقيقي ان انا عديت على كل المدارس. انا مريت بشويه تحديات كده في حياتي وعديت على كل المدارس، كل الحاجات اللي بتقول يلا دي طريقه تشافي روح لها، من اول علاجات الكيمياء لحد جلسات الطب النفسي لحد كل سيبه شغال عادي، ما عنديش مشكله. بيخدمني في رحلتي ده تمام. انا اهو اجي معاك اهو، انا مسلم وانت سايق. هنخلص البودكاست ده وانت مقتنع ان الراجل ده هو انت، بس اصبر عليا. تمام. فعديت على مدارس كتير لحد بقى ما جت مدرسه الريكي او مدرسه العلاج بالطاقه، لمست بقى حته بقى جوايا، حته حقيقيه. فكره ان انا كنت طول الوقت بروح لمدارس العلاج عشان خاطر اطلع ان الجحيم هم الاخرون، لحد ما وصلت ان الجحيم هو انا، لحد بقى ما وصلت ان اصلا مفيش جحيم. فالتدرج في مراحل الوعي درجني بالتبعية معاه في مدارس التعرف على نفسي واكتشافها بقى. اصلا احنا مصطلح احنا هنروح عند فلان عشان خاطر نخف، عشان خاطر نتشافى. الهيلينج، المصطلحات اللي الناس بتستخدمها دلوقتي حالا بشكل دارج. انا مديونة يعني بالفضل لمعلمة انا قابلتها ولا زلت يعني بتتلمذ على ايديها في فكرة وعي كلمة تشافي. ايه المقصود اصلا بكلمة شفا؟ ودي حاجة بانت معانا كده في التأملات واحنا بنعمل بداية السيشن خالص، لما بيجيلي حد بيقول لي انا جايلك عشان اخف من كذا يعني. نيجي نعمل مديتيشن ونشوف معنى كلمة شفا عنده معناها ايه، نلاقي معناها عنده ان هو عايز يهرب من الألم، يخلص من الألم. شوية مصطلحات راكزة في السبكونشس مايند عنده ملهاش اي علاقة خالص بكلمة تشافي اخف. فعشان كده الناس بتروح تاخد قرص الدواء ما بتخفش، بيروحوا ستيشنز ما بيخفوش، عشان هم عندهم صورة ذهنية وتوقع عقلي عن معنى كلمة تشافي مش حقيقية خالص في السبكونشس بتاعها. فدوري إن صح التعبير إن احنا نخرج الصورة الحقيقية. والله هو ده الموجود يا باشا. يعني انت حضرتك لما حصل مشاكل معينة ما عندك وبدأتي تطرقي كل الطرق بقى وتور بقى، يعني ايه اللي انت سلكتيه من طرق، لقيتي ان المعنى للطاقة نفسها او معنى الفكرة بتاع تشافي ده من خلال علوم الطاقة هو اللي ريحك، او هو اللي خلاكي احسن، او خلى الانتاج افضل، او خلى كده، ومن هنا دخلت انت بقى في الايه. انا هستغل البودكاست الجميل والانرجي اللطيفة اللي بينا، واصلا يعني هطرح كده اطروحة. يعني اصلا هو يعني ايه كلمة طاقة؟ يعني انا لو سألت محمد احنا يعني مش عايشين في فراغ يعني انا ده مش انا ده في حاجه بتضغط عليا، يعني هواء، جزيئات، حاجات بتضاخد وتخلخل فيلم يعني كده، فده اكيد بيضغط عليا. بمجرد ما بضغط عليا ده بيبقى هجوم للجسم، فبيشعر باختلاف، بتغير صح كده. هي بقى الكلمه دي كلمه طاقه معناها اصلا قدره الشيء
على احداث تغيير بالاساس. ايوه ايا كان بقى الشيء ده ايه. يعني عشان بس الناس في برضو تخيل ان علم الطاقه ده بعيد عننا، ده بعيدا طبعا عن فكره انه بتاع الملحدين وبتاع الناس مالناش دعوه بالحاجات اللي بتجيب مشاكل دي يا شيخ. وبقصها لا ما ببصش يا راجل يا طيب. يعني انا شايف ان مالناش دعوه، حتى يعني الاديان حتى عموما بشكل عام مش بتنتقد المخالفين للراي. يعني اقول لك حاجه، في مصطلحات المعاني نفسها، الحقائق مش مهم تكون حقائق بالنسبه للناس تانية. يعني لو احنا مقتنعين ان الحياه حمراء وصفراء، غيرنا مقتنعين الحياه بيضاء وخضراء. فكلمه حقيقه مادام فيها صيغه مبالغه في مرادفات المعاني، زي كلمه نبراس مثلا، كلمه ناموس، الاشياء اللي هي المختلف عليها. يعني الحقيقه دي يا جماعه مش شرط تبقى انت يعني اللي انا مصدق فيه انت تصدق فيه، مش بالضروري خالص. تمام. مادام الحقيقه فيها لفظا صيغه من المبالغه. يعني في حاجه اسمها نبراس في الكون، ممكن الناس ما تعرفش يعني ايه نبراس، اللي هو اجتمع عليه مجموعه كبيره جدا من البشر، ولكن في مجموعه اكبر منهم مش مقتنعين برضه. ولكن مثلا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، الدين الاسلامي مثلا، الاف من البشر، بس في دين مسيحي، في دين يهودي، في بوذيه، اديان اخرى. هو بس السؤال يعني هيأثر ولا مش هيأثر؟ لا انا بتكلم مادام الحقيقه لها اعمق منها تفسيرا. طب في حاجه بقى بيختلفش على حد، نواميس الكون، الشمس، الهواء، الماء، ده مختلف. مين دول حضرتك؟ لا مؤاخذه يعني شوفي وصلنا ان ممكن يكون في حاجه ثانيه اعمق. حضرتك الارض مسطحه ولا مدوره؟ ده خلاف لسه شغال معانا. انا عايز بتكلم على فكره، لا مش ده ان البحر ما يختلفش عليه حد. يعني الهواء يعني فاهماني. فما دام في تطور لحركات المعنى جوانا، اذا ما ينفعش نختلف. ادراكنا ليه مختلف. تمام. ادراكنا هو الحقيقه ثابته، بس ادراكاتنا ليها بس يعني انا مثلا رايح مثلا واحد اقول له بعد اذنك انا عايزك والله تعمل حاجه وهي بره الحقيقه شويه، قلت له والله بس عشان خاطر هدف اعمق شويه، ممكن يوافق. ده في علم النيجيشن، يعني في علم التفاوض مثلا. يعني ممكن انا اتنازل واروح لمنطقه تانية عشان اخليك تعمل حاجه تانية فاقنعك بيه. عايز اوصل نهايه ان احنا ما ينفعش نختلف مع حد ولا نتفق مع حد. احنا نبص في شنطتنا واحنا نبص في ورقته عاوزين ايه. أيوة. واللي شايل دماغه مريحاه يشتغل بيها. يعني يعمل اخر ايه دي اللي انا بتكلم فيها. بنتعلم دايما كده لو كل واحد بص في ورقته بس وبص على الامتحان اللي قدامه او بص حتى الورقه اصلا فيها ايه، مش هيحتاج اصلا يعني لورقه غيره. وانا يعني زي ما اتعلمت من شيخي يعني جمله جميله جدا، خليك في حالك ينصلح حالك. ارجع بقى لعلم الطاقه اللي موجود جوانا بقى، مالناش دعوه بتاع مين بقى. علم الطاقه بقى اللي موجود جوانا زي ما قلنا، كلمه طاقه هي قدره الشيء على احداث تغيير. زي ايه مثلا؟ احنا هنعمل مثال كده، تجربه ميتافيزيقيه قدام الجمهور. بس اهم حاجه مش عليا انا والله. مش عايزه عليك يا يلا باشا يا باشا. يا باشا ده احنا الحديد بولي ونحن الامبولين. احنا مثلا ابسط حاجه في ان انا عشان اتعرف على موضوع الطاقه ده عن طريق ايدينا. اوكي، بنعمل بالرمز بانس كده، بنفرك ايدينا ونبتدي نعمل بس كده. ممكن تجرب معايا؟ لا انا السادة الدكاتره قالوا لي انت قلقان؟ السادة الدكاتره قالوا لي ما تعملش اي حاجه انت مش مجربها بنفسك، لا تكتشف حاجه انت ذات نفسك. انا السادة الدكاتره مفهميني الكلام ده. اديكوا شايفين اهو. يلا والله لو لقيت ايديا لزقت في بعضها. لا انا عايزاك بس تبعد ايديك كده سيكه. حاسس بايه؟ اهو في يعني انجذاب يعني في حاجه بتزق. في مجال. تمام. في مجال اللي احنا بنسميه عندنا يعني ايه، في مجال طاقي. المجال ده نتيجه نتيجه فرق الايدين، الاحتكاك مثلا، فبقى في مجال. أيوة. المجال ده ليه خصائص. ايوه تمام. كل ما انا الطاقه اللي خارجه من المجال ده طاقه ان صح التعبير يعني نظيفه متزنه، لو انا وصلتها باي حاجه ما فيهاش اتزان هتوزنها. وده اصلا ده اللي قايم عليه فكره كل مجالات بقى شغل الطاقه، قيس عليه كل الكلام كله. اتصال بشيء موزون يوزن الموجود. لان عندنا كده قانون في مدارس الطاقه، اي خلل جوايا انا شايف انه خلل، ده معناه اضطراب طاقي.
نسبة يا إما زايدة يا إما قليلة. طيب إيه بقى اللي يوصلني لنقطة اتزان النقطة دي؟ عن طريق الاتصال بشيء موزون. إيه مصادر الطاقة الموزونة اللي حوالينا؟ أبسط مثال ليهم مية، هواء، نار، أرض. 4 مصادر للطاقة المتزنة. لو أنا حققت معهم اتصال مظبوط شكرا، مش هحتاج لأي حد خالص. إمتى بقى بتحتاج لي؟ لو أنا أصلا مش عارف إيه اللي مضطرب اللي فيا، ومش عارف أحقق اتصال متزن بأي عنصر من العناصر دي. هل الموضوع effective؟ يعني الموضوع ده بقى يعني اللي غاوي بقى هيقرا عنه ابحاث كتير وكلام كتير وبقت فيه اوريدي ليه بقى دكتوراهات وليه اماكن كتيره جدا 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 عامله فاليديشن كبيره قوي قوي لطرق العلاج دي. تمام. لكن انا بتكلم على تجربتي انا الشخصيه، انا كسلمى، انا صاحبه التجربه في المدرسه دي، لمست بنفسي الاثر بتاعها. وانا اصلا اساسا دكتوره، عندي ميديكال باك جراوند موجوده، فان يعني علم يعتبر ما ورائي يثبت نجاحه بالنسبه لي عن علم الطب والدواء، ده كانت حاجه خلتني يعني امتن كتير جدا جدا للعلم ده. واحنا والله ممتنين للعلم ده ان انت قعدت معانا النهارده وشرحت. الله يخليك يا استاذ محمد. وممتنين للتجربه. على فكره كل واحد فينا بيبقى عنده تجارب، يعني دايما بقول دايما ان الذاكره دي بتصنع بعد كده تجارب اخرى في صناعه القرار. انا واحد من الناس يعني كان ليا كتاب صغير كده في صناعه في ازاي تاخد قرار يعني، وكنت مسميه قانون 14 في فن اتخاذ القرار يعني. وليه 14 ده بقى جاي برضه في شكل في فكره ما ورائيه، محدش يعرف على فكره الموضوع ده، يمكن اول مره اقول حصري في البودكاست. لا ما هو يعني هو انا يعني بقى انا يمكن حاصر نفسي في حته زي ما شرحت لحضرتك في الاول، التعليق الصوتي والحاجات دي، لان انا بحب المجال ده جدا. وبالنسبه لي برضه كطاقه 100 يعني بيديني الانرجي اللي انا بحبها، بيحقق لي شغفي، بحس ان انا بعمل حاجه مفيده. فالعطاء هنا حاسس ان هو حلو يعني، مادام نقول ما فيهوش يعني بدون مقابل ولا مش شرط مقابل مادي يعني. المهم هو في عطاء، يعني نسبه العطاء اكتر كتير جدا من الاخذ يعني. يمكن حتى انا بتعرض على فكره لحاجات كتيره جدا، من الضيوف تيجي تغزلني مش عارف ايه، كل ده مش مهم بالنسبه لي، وبديهم فرصه مره واثنين، اللي هو التوازن اللي انت بتتكلمي فيه، مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، عشان انا عاوزهم يكونوا معايا، لان حاسس ان هم هينفعوا حد انا مش شايفه. فدي حاجه يعني انا شخصيا سعيد بيها يعني. فنرجع للحته دي. فكنت دايما بتكلم على التوازن ده، توازن اللي هي حاله بيسموها، كان دكتور ابراهيم الفقي يعني رحمه الله عليه كان ليه كتاب يعني اتكلم في شابتر كده عن حاجه اسمها نشاط العقل في التفكير، اللي هي درجات ذبذبه المخ من 0 ل 27 او 24 ذبذبه في الثانيه، حاجه زي كده يعني. تلاقي حالات دلتا وبيتا والفا فدايما الانسان بيحاول ياخد قرار متزن في حالات الفا، يعني اللي هي الحاله بتبقى ذبذبه المخ فيها من 7 ل 14 ذبذبه في الثانيه، حاجه كده يعني. فده علاقته بقى هل ده ليه علاقه مباشره الحته دي طبعا اتكلموا فيها ناس كتير قوي قوي، بس اصلا عشان خاطر تدريب العقل انه يعرف يبقى عنده مهاره انه ياخد قرار، حاجه بتستلزم مني الاول ان انا اكلاريفاي العقل اصلا من الاصوات الكتير اللي حواليه، من البرمجه، من الضغط، من الحاجات دي. وهنا بيقوم بالدور ده طبعا يعني تدريبات التامل الكتيره قوي والموجوده قوي في كل حته. ده رقم 1. رقم 2 بعد التامل الجورنالينج، الكتابه بتساعد ان هي تفضي العقل. انا دلوقتي حالا كلنا يعني، وانا مش مع التعميم، بس كلنا عقولنا مليانه كتير، السكرولينج على الفيسبوك، التعرض كتير للمؤثرات الصوتيه والمؤثرات السمعيه، خلى العقل اوريدي اوفر ويلمد واوفر لودد بحاجات ممكن ما تكونش دايما خادمه ليه في الوقت ده. فالمديتيشن والجورنالينج يبتدي الاول يقللوا خالص 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 الوعاء بتاع العقل واستقباله الحاجات ممكن ما تفيدوش. رقم 2 تدريبات تانية برضو بنعملها عن طريق أبسط تدريب دي اللي احنا عملنا ده، ومحاوطته للمنطقة دي، للبوابة دي جوانا. المحاوطة دي بتساعد ان انا حطيت العقل جوه غلاف طاقي متزن يساعده عشان ياخد القرار. في الوقت ده بقى بيصوروا في كاميرات معينة بتصور الترددات والذبذبات دي، يبتدوا بقى يلاحظوا
تغير ده كان بادي مثلا عند 10 لا ده بقى 30 او كان بادي عند 30 بقى 10. الكاميرات والحاجات دي موجوده دلوقتي حالا برضو في اماكن كتير وممكن تشوفها عشان العقل بيستوعب الارقام. ايوه يعني ده موجود. نقعد نشرح للناس ده بقى انت لازم تاخد كده، ده تخيل بقى ويروح في ده تخيل. بس هقول لك على حاجه برضو، ممارسه التخيل ده بيلاقوا له نتيجه. تمام. بتشوفه انت اصلا بتلمسه بايدك. يعني التدريبات، يعني في جمله في الكونداليني يوجا بحبها جدا بتقول ايه؟ كونداليني يوجا مال يعني ايه؟ خضتيني ولا خضيت والله. شفت دخلت لك مش انت بس اللي بتخض على فكره. ده انا بس ده انا ممكن اديك شويه مصطلحات كده في النص. انا تهت منها. اتفضل كونداليني يوجا. اتفضل كنت كونداليني يوجا جميل جدا. كونداليني يوجا دي حلوه جدا وتمام زي الفل. اتفضل. بيتكلموا عن فكره ان everything is a muscle. كل حاجه حواليك وبراك بقى وجواك is a muscle، كلها عضله. and every muscle needs training. وكل عضله محتاجه تدريب. صح. فلو مثلا هندي مثال، انا عايزه اتدرب على الالتزام ده بقى بالنسبه لي عضله مرنها بقى، محتاجه اتمرن عليه وليها التمرينات بتاعتها. عايزه اتمرن على الهدوء بقى عضله، وكل عضله ليها التمرين بتاعها. كان رحمه الله عليه دكتور مصطفى محمود ليه حلقه مبدعه في العلم والايمان عن حته التلقائيه. ازاي تكون تلقائي وان انت تبقى بتعمل حركات عضليه عصبيه مظبوطه من خلال بقى هو شرح طبعا بشكل مبسط لطيف يعني ده رحمه الله عليه وصلها لنا بطريقه كويسه ففهمناها يعني. فعشان تكون تلقائي وان بقى تقدر تتحرك وتفادي عتبه وتطلع سلم من غير ما تبص والتفاصيل دي تريننج كبير جدا ليه حاجات يعني علميه بتمشي. اصل في ناس يقول لك لا اصل الكلام ده مثلا مش موجود، اصل ده هو عادي كده. لا كده دي تفصيله كبيره جدا وليها هرمونات وليها نبضات عصبيه وليها فيلم هندي انت لازم تفهمه في تلقائيه وابداع خلق الله عز وجل في الكائن اللي هو اسمه الانسان ده. وكانت الحلقه ديت يعني انا انصحكم تخشوا، اسمها التلقائيه، جميله جدا، جميله قوي، بتشرح برضو نفس التفصيله ديت وهو شارحها بطريقه كمان مبسطه لطيفه يعني. الله عليك الموهوب يعني في حاجات كتير. الناس ما بتحبش تتعامل مع التخيل يعني، لان احنا لما نيجي نسرع بخيالنا بنبهوى قوي يعني، عارفه اللي هو ايه، بنريح قوي. فالناس دايما تحب تقلب الامور لمنطقيات فتشوفها. فانت حضرتك قلتي ده ان انا لما بشوف ده خلاص انا بعمله. عشان كده لما انا كنت بتكلم على قصه الكتاب اللي انا كاتبه فبقول في فقره فيه بتقول ان احنا كده كده ما بننساش الذكريات يعني. انا مفيش حاجه اسمها هنساها، وفي حاجه اسمها خط الزمن انت شغال فيه، انت بتقدر تشيل منه لو كان سابقا يعني الحاجات اللي هي ملهاش لازمه وبتاخدها كاكسبيرينس بقى، تاخدها ونشلف انت محتاجها في حاجه هتاخدها عشان تحذر من شيء معين فانت ما بتنساش. فالناس حتى وعي خط الزمن ده بتاعنا مش فاهماه يعني، ما فيش حتى تحسس او استشعار الزمن. التايم لاين ثيرابي ده اصلا ده برضو مدرسه علاج جميله جدا جدا. انا بس هتحفظ على فكره ان احنا بنشيل الذكريات. هو احنا مش بنشيلها، لا مش بنشيلهاش، لا احنا بنعمل ايه؟ احنا بنحيد مشاعرنا تجاهها. تمام، وبس باخدها معايا يعني خبره موجوده، او اوقات ما بتبقاش خبره يعني. هديك مثال، انت مثلا وانت في عمر من عمر يوم لعمر مثلا سنه مثلا، هنتكلم كان عندك في الوقت ده خبره انك انت ازاي تتقلب على السرير من غير ما تقع مثلا يعني. انت دلوقتي اكيد مش محتاجها، هي موجوده بس انت ما عدتش محتاجها، فهي لا بقت خبره، هي بقت حدث. ما حدث تلقائي يعني موجود. لو احنا يعني المثال ده تحديدا يعني حدث تلقائي موجود لاستمراريه وجودك انت في الحياه. يعني انا بتكلم بس ان المشاعر تجاه الحدث ده هي دي الحاجه اللي احنا بنشيلها. تمام. بمعنى ايه؟ احنا ليه بنلجأ اوقات ده جزء برضو من شغلي، اللي بنلجأ اوقات للتايم لاين ثيرابي، لان اوقات بتبقى عندي احداث في الوقت العمر بتاع عمر صفر لعمر 7 سنين، بتبقى في احداث حصلت يا حواليا يا من خلالي كونت جوه جسمي تحديات، ترومات بلغة أهل الطاقة. في أوقات بحتاج أرجع للأحداث دي وأحيد شعوري ناحيتها عشان خاطر أعرف
انط السلمه اللي انا واقفه فيها دي. مثال بسيط، مثلا انا متجوزه وجوزي مثلا ما بيقوليش كلام حلو، ده تحدي. الراجل كويس جدا ولطيف جدا، لما بنيجي نقعد مثلا في الجروب ثيرابي الراجل جميل جدا وكل حاجه، بس هي مش عارفه تستقبل منه الكلام اللي هي متخيله ان هي لو سمعته هتبقى كويسه وزي الفل. اتاريها اما بنرجع في التايم لاين ثيرابي في العمر ده في الوقت ده حضرت مشكله ما بين باباها ومامتها، او مثلا عملت، لو تاخد بالك الاطفال في وقت كده معين تلاقيهم مثلا بيعملوا حاجه يشاوروا لك انك ايه تسقف لهم، ده اكل ده قام في العمر اللي هو سنه ونص سنتين تسقف. ممكن مره واحده انت ما سقفتش فيها، عند النقطه دي في شعور احباط اتكلم جواي فركز جواي. خرج امتى بقى؟ خرج في عمر 25 و30 سنه في شعور هي مش عارفه تعبر عنه في الوقت ده لشعور بتعبر عنه بشكل مختلف وكبير. تمام. انا كنت هسألك سؤال تاني بس خلاص هنسجل. دي حاجات برضو ناس ما تعرفهاش عني. يعني دي انا هقولها لك وبعدين هسألك سؤال كويس. اوكي. يعني انا قعدت بتاع 3-4 سنين كده بلعب مزيكا. اصلا شاطر يعني في الموضوع ده شويه. فالناس ده كانت تسالني هو ليه الاغاني اللي هي بتاعت المهرجانات والحاجات دي الناس اللي مش متعوده تسمعها بتتعب انها تسمعها. ففي آلة واحده بس هي استحدثت يعني على الموسيقى وكانت موجوده زمان في اطار تاني. لو اتشالت من لاين المزيكا اللي احنا كنا بنتكلم على سحب النويزي والحاجات دي، لو اتشالت ما تروحش تسمعي مزيكا. البيز جيتار عشان لما ناخده ده طلعه خلاص انت ما ربطتش لا وتريات بحلل. فطبعا الناس اللي هي بتشتغل شغل المهرجانات وكده يعني يمكن موسيقيا بوش يعني دارسينها شويه. زمان كان الكونترباس والتشيلوهات ممكن تعمل عمليه الربط دي. فنهايه القول ان في لاينات معينه في الحياه في التواصل، سواء كان بقى هنرمز لها رمز الطاقه، هنحطها في المزيكا في حته البيس جيتار، هنحطها في هي التواصل الغير لفظي. يعني لما نقول 1+1 يساوي كام ما نردش، لازم نسأل. والله في الرياضة 2، في الحسابات 0، طب هنا 1 صح. فإذا الناس انت مش عايش كده وخلاص. حتى في بيننا وما بين بعض وانا بنتناقش في البودكاست وانت بنتناقش في الطاقة، قلت لك احنا مش في فراغ، يعني احنا في هوا، والهواء ده اشعر بالبروده، اشعر بالحراره وحاجه كده. طب في دوره دمويه بتخش معايا فبتتحرك تحركات تانية غير كده، فبيحصل الحركه كتير بنصهد. بخش علينا واحد متنرفز ما هيشعوطنا حقيقه هيجننا. الا لو انت بقى متزن كفايه انك تقدر تحتوي او ما تمتصش، مش محتوي. اخد بقى مصطلح، اخد مصطلح انت قلتيه. اوكي اخده انا بقى. هنخش على السؤال بتاعي. خش بقى. انت قلتي في حديث ليكي انا سمعته عن الانوثه واستكشافها، وانت استكشفتيها يعني وليكي، فمن استكشافك ليها هي الاحتواء. كلميني بقى في الحته دي عشان اسمع وانا اكلمك عن الاحتواء. كلميني يعني ايه. يعني اول حاجه مفهوم الانوثه نرجع له تاني عشان انت اشتغلت فيه شويه، انا حابب اتكلم فيه شويه. وعلى ان انا عندي شعور شخصي ان الانثى لو متزنه حقا اتزان كويس، حتى لو معها علاقه مش مظبوطه ممكن الامور تمشي، تبقى في حب وروح البهجه في الموضوع تشتغل والامور تبقى حلوه. حتى لو الذكر يعشق الشكل هيشوف شكل كويس برضه. يعني مثلا انا لو انا قاعد مثلا في مكان ما فيهوش واحد ست، البيت يبقى مهربد، يعني ما فيش حتى تنظيم لحاجه، فهماني؟ فكده كده هبقى برضو طاقتي مجنونه لان انا شايف مشاهد مضايقاني. تمام. فكلمني عن الانثى. بنتكلم ان الانثى بتضطر للعدم يعني بص ده بقى يرجع في حته انت انا ولا شكلي هنا ده في الشكل. لا خالص، انا احترم السيده عقل، مش لا جسد ولا كلام فارغ من ده. يعني طب وليه لا؟ وليه ما تحترمهاش جسدا بس؟ تعالى جسدا لما انا هقول لك اهو، اديني فرصتي. اتفضل. عقلا في الامور اللي هي نفرق ما بين الانثى كانثى والانثى كسيده، يعني كانسانه في المجتمع. انسانه في المجتمع احترمها عقلا واتعامل معها زي منتجه ولها عقل فكر
واحترم جدا فكرها، واحسن من 100 راجل من ابو شكل ده، عشان انا اقول لك يعني ايه في الشغل. انما كأنثى انا ما تتطفلش على الامر ده الا مع شريك حياتي. اوكي. يعني انا ماليش علاقه بقى الانثى كأنثى ايه شكلا لحد تاني. فانا المفروض كراجل سوي عندي يعني عقل وعندي دماغ، لا هي السيده بالنسبه لي انتاج في المجتمع. سيده صوتها مظبوط، صوتها ما بتستخدموش عشان توصل بفكره او انما كأنثى بقى تعمل اللي هي عايزاه، بس بقى في الاماكن المخصصه لذلك. اوكي. هي دي الايه ده اسمه توازن، ده العقل. لما بيشت عندي ممكن اشت بقى مشهد اتفرج عليه في التلفزيون فيخليني افكر في الانثى، ده طبيعي جدا لاني راجل والله عادي. لو مشهد كده هي ما اصلا مش عيان يعني اروح اتعالج. ما دي حته احنا عايزين نتزن شويه، احنا بنتكسف نتكلم شويه عن التفاصيل دي. اوكي. احنا لا عادي، انا راجل وشفت واحده مثلا لابسه كده ولا كده اكيد هتلفت نظري، بس اتزاني بقى الكلمتين اللي فاتوا بقى اللي هم قبل دي هيردوني للصح تاني. أوكي. زي ما احنا بنسمع شتايم وما بنشتمش، هنشتم ليه يعني؟ هل ممكن ما اشتمش؟ لا ممكن، لو حد يعني جه عليا قوي، بس بالنسبه لي في سري يعني جوايا لو ضغط عليا ممكن لفظ يطلع واعتذر عنه وبعد كده. اللي في حاجه اسمها التوازن، فدي حته مهمه جدا، وده برضو من الوعي والحاجات دي. فده الفرق جوايا انا ما بين الانثى كأنثى بقى وجمال هواها والسيدة اللي هي إنتاج مجتمع، حد يعتمد عليه المسؤوليات كده. يعني كلميني بقى، يعني كلميني في رحلة الاستكشاف. يعني رحلة الاستكشاف دي كنت اتكلمت فيها، بس كلامك فتح لي نقطة يعني محتاجين برضو نعدي عليه. بص يا سيدي، كلمة أنثى مش مرتبطة خالص، هستخدم كلمة مش اللي في البودكاست بتاعك، مش مرتبطة خالص أنا هتفاعل معاها إزاي خالص. كنت اتكلمت في الحتة دي قبل كده، ده وعي كامل. أو لو هتكلم في الطاقة أصلا كلنا جوانا النصين 50-50. أنت جواك أنثى وجواك ذكر، وجوايا أنثى وجوايا ذكر، ده بالأساس، ده رقم 1. رقم 2، الأنثى بقى هتتعامل ازاي، هتطلع أنوثتها فين، هتعمل ايه المناسب ليها وايه اللي مش مناسب ليها، ده بتاعها. انا عليا رحلتي، انا بقى كذكر زي ما انت قلت كده، انا هتفاعل ازاي مع الأنثى ومع الأنثى السيدة، ده يعني الألفاظ اللي انت استخدمتها، هتفاعل ازاي، ده برضو بتاعي انا. وانت حتى قلت انا معذور، او انا يعني انا ده لو ما عملتش كده هبقى انا المفروض اتعالج او ده موجود. ولطيف ان انت بتعبر عنه وبتفصح عنه. يعني بنتكلم على اللي كده مش دي حقيقه، في حقيقه غير كده، هو فيه بس مالناش دعوه. لا يعني ما اقصدش ايه الحقيقه اللي بنتكلم فيها اللي انا هعمل عليها اسقاط عشان الناس تفهمها. ان انا لما اشوف مشهد معين مثلا حد انثى مش لابسه مثلا بطريقه ما معينه، اكيد ممكن اتفاعل معاه بصريا طبيعي لاني راجل، ممكن ده يحرك حاجات جوايا. ماشي ممكن، صح، هو ده ممكن. لا ممكن ما يظهرش، ممكن ما يظهرش. احنا بنتكلم هو التوازن هيخليه طالع معدول. اوكي، بس احنا بنتكلم على ان ده ممكن، مش اللي هو انا هخش يعني مثلا. ما تقنعنيش مثلا ان انا لو انت مثلا ماشيه من مكان معين جنب مثلا مالها ليلي مثلا، مثال صغير، وانا طالع منه، انت هتفكري فيا ان انا كنت طالع اصلح الحنفيه جوه، داخل جوه بصلح الحنفيه وطالع؟ لا اكيد هتفكري تفكير تاني، لان ده الواقع. يعني المنطق هنا حركني في المنطقه دي. الا بقى ما تفهمي بقى محمد وتعرفيه عايز اوصل ان احنا دايما بنعف نفسنا عن الحاجات اللي هي ممكن يعني زي غض البصر وما الى ذلك، عشان انا اصنع توازن جوايا انا. تمام، وصلت انا عاوز اوصل ايه؟ فمش معناه بقى ان ده مش جوايا بيدور في بالي، لا احيانا يدور. ايه المشكله؟ طريقه التفاعل ممكن ما تبقاش مرتبطه قوي بموضوع التوازن، لان اصلا معنى كلمه توازن فيها نسبيه. يبقى احنا متفقين مع بعض ان طريقه التعبير نفسها يعني عشان نتواصل ونتكامل في الحته دي. انا يعني بقول نفس الكلام بتاعك. انا بتكلم عن طريقه توازن زي ما انت قلتي. الانثى ما حدش ليه دعوه، والله ده بتاعها، هي عبرت ازاي ده بتاعها، انا اتفاعلت معاه ازاي ده بتاعي انا. نفس الكلام اللي انا قلته، احنا مكملين لبعض. طيب كملي بقى. تمام. فرجوعا تاني يعني للنقطه دي، الانثى هتتعامل ازاي ده بتاعها، انا هتفاعل ازاي ده بتاعي. امتى التفاعل ده هبتدي ابص عليه؟ لو سبب لي اذى،
اللي هو امتى انا بروح ادور على ان انا ادور انا متزن ولا لا، اروح امتى اتكلم مع دكتور، امتى اتكلم مع ثيرابيست، امتى اتكلم مع هيلر. لو انا عندي اذى، الاذى ممكن يظهر في صور كتيره قوي قوي قوي. انا مثلا هستخدم المثال، انا مثلا بصيت على محمد وهو خارج من الملهى الليلي، فجي جوايا احساس بالذنب. يا نهار ابيض، ده انا بصيت على محمد وظنيت فيه ظن وحش، حسيت بالذنب. بصيت على محمد، الله ده خارج من الملهى الليلي، ازاي ما يكلمنيش ياخدني معاه. المشاعر اللي بتظهر والاحاديث العقليه اللي بتظهر بعد التصرف اللي انا بشوفه، من هنا ببتدي بقى ايه، ارجع بقى ابص عليه. انا شايف ان الحدث ده، انا شفت محمد خارج من ملهى ليلي، قلت الجمله اللي انا بحبها جدا، وانا مال امي ما يخرج من ملهى ليلي، انا مالي، مش بتاعتي. صح. امتى هيبقى بتاعي؟ لو محمد جالي ما تيجي معايا. تمام. امتى مثلا وانا بعبر عن انوثتي، امتى ابتدي اللي قدامي يتفاعل معايا؟ انت ليه ما حطيتيش روج وانت نازله؟ ابتدي من هنا اعبر، ابتدي من هنا ادور، ابتدي اشوف ده بيتريجر عندي ايه، بيحرك عندي ايه، وهكذا. تمام. وصلت لك الفكره؟ اصلا يا باشا ليه بنتكلم على الموضوع ده بشده الفتره دي؟ العصر اللي احنا فيه والوقت اللي احنا فيه وطاقه الارقام الجميله 2024 كلها طاقات مضاعفات لارقام لطيفه وجميله وحلوه، واللي غاوي الموضوع ده ممكن نبقى نعمل عنه حلقه بخصوص الارقام والاسامي والحاجات الجميله دي. هي الوقت ده وقت اكتشاف وتعرف على نفسك from scratch، اللي هو بقى ايه يعني، من تحت البلاطه. احنا طالعين كلنا بموروثات، الراجل ما ينفعش يعيط، الست لازم تبقى مكسوفه، الراجل ما يهبوش اللي جيبه، الست كل ما عملتي مش عارفه ايه كل ما جوزك هيحبك اكتر. دي كلها موروثات جميله جدا وما عنديش عليها اي تحفظات، بس لينا واقفه. هل الموروث ده بيخدمني دلوقتي ولا لا؟ انا متمسك بيه ليه؟ ايا كان بقى، كان راجل كان ست. وليه بنركز مع الستات دلوقتي؟ لان الستات يعني حتى الامثال القديمه بتتكلم، وزي ما انت ذكرت قبل كده، هي اللي بتطلع. واستخدم الجمله اللي احنا كنا طلعناها في البودكاست، الاحتواء. هي اللي ممكن تكونتين الانرجي بتاعت كل بقى اللي حواليها، هي مؤهله لده. ده من ضمن خصائصها، ده شغلها اصلا او دورها واجبها، او يعني خلقت لذلك يعني. خلقت لده، عندها الامكانيات بتاعته، بتستخدمه او لا. دي رحله كل انثى في اكتشاف خصائصها، واعرف استخدمها ازاي في اطار المناسب والمتاح ليا. بس عليك سؤال بره الموضوع. اتفضل. المشاعر وعطائها ليها علاقه يعني مثلا اقول مثال، انا مثلا انسان بخيل حقيقي ماديا، الذي يطلق عليه لفظ حريص، مش انا يعني انسان مثالي يعني. وممكن الناس تبقى شايفاني كده، مفيش مشكله يعني. هل لو انا بخيل فعلا ماديا وكده ببقى مقمط قوي الدنيا، ابقى في مشاعري كده برضو؟ بنسبه كبيره بنسبه كبيره وبرضو بننا على ترابيزه الريكي، زي ما انا بحب المصطلح ده. وارد جدا 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 ان انا يبقى عندي سلوك معين خارج من منطقه شعور معين، مش شرط يبقى عند نفس الشخص نفس السلوك. بمعنى انا مثلا شخص البخل جاي منين؟ من احساس عدم الامان. انا مثلا سلمى حاسه بعدم امان، فهبقى بخيله لان انا دايما حاسه ان الحاجات كلها هتنقص والحاجات كلها هتفيد وهتمشي رايح مني بالظبط. فانا بتصرف من المنطقه دي، فابتدى يظهر عليا سلوك ان انا بخيله. تمام. في شخص تاني عدم الامان معاه يخليه خدوا كل اللي عندي، خدوا كل مشاعري، خدوا كل فلوسي، خدوا كل حاجه. فممكن يبقى جذر السلوك مختلف، جذر السلوك واحد عند كل الناس، بس السلوك مختلف. الله اكبر عليك والله العظيم. الله يخليك بجد الله العظيم، انا سعيد جدا. انت عارفه اصل انا سالت واحد، تسكت يا معلم، انا بكره هستضيف حد بقى علوم طاقه وبتاع وجو من ده. انا استخدمت مصطلح كده، ما كنت انا راجل بحلل الافلام، بس تحليل فلسفي. تمام. فانا ليا وجهه نظر مع مش مشهور ده حلقات كتيره جدا عن الافلام، زي البيضه والحجر وافلام الثمانينات عموما، عشان هذا الجيل يعني. وفيلم الكيف ليه تفاصيل كده معينه في الكتابه حاببها، بس سيبك من الكلام ده كله. كان في فيلم
للعملاق يعني محمود عبد العزيز، وكان معاه مين يوسف شعبان، كان في مستشفى مجانين ومراته راح تاخده، كان تقريبا من ميرفت امين راح تاخده. فهو الراجل كل ما يروح، هو كان سواق تاكسي، كل ما يروح عند باب ده هي تخش هو يقف عند باب المستشفى ما يخش. فالراجل البواب بيساله يا باشا خش معاها، يا باشا خش جوه. لا بص انا مش هخش جوه لان ممكن الساده الدكاتره جوه يشوفوا فيا حاجه انا ذات نفسي مش شايفها في نفسي. اوكي. فالراجل امبارح بيقول لي انا مش هسمع البودكاست ده، فبقول له ليه يا عم؟ قال لي يا عم لا ده علوم الطاقه دي ممكن تخليني اتساحل معاها، مش عايز انا. ففي ناس بتخاف تقرب او تدعبس او تلمس الحاجات دي علشان الخوف ده، مع ام ضد؟ طبعا. وبالنسبه لي انا الخوف ده صحي جدا، حلو قوي قوي ان انا ابقى عارف، بس ابقى عارف امكانياتي لحد فين. انا ممكن اخش اشرب حته صغيره اضرب المحيط كله اتسطل اروح في 60 دقيقه تودوني بالظبط. انا عارف امكانياتي والله ايه. انا يا دكتور ده دور مين بقى؟ مش ده دورك انت، التوعيه عندك انت. عندنا مين؟ للناس اللي هي داخله عندنا يا سلمى. توعي. لا اصل انا دوري حاجه تانية خالص. ايه بقى؟ مش انت داخل، طب تعالى لي بقى. تعالى انت جاي لي لحد عندي. فهقول لك لا ما تدعبس، تعالى لي بقى، ادخل اضرب غطس كده، اخدك كده غطسك واطلعك بقى. الراجل كان عنده حق. بالظبط. فلو انا هتكلم انا ده دور احنا بنلعبه، لكن لو انا بتكلم بشكل عام جميل جدا 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 ابقى عارف انا امكانياتي وسعتي قد ايه، لحد ما مرن سعتي دي ان انا اوسعها. يعني حتى بناخد كده في تدريبات التنفس ازاي نوسع الوعاء بتاعنا عشان نعرف نستقبل نور زيادة ونعرف نستقبل مدد زيادة على حسب. فده جميل جدا. بس انت لو جيت لي بقى بالعندي، لا تعالى غطسك. ايه رايك؟ ينفع؟ تعالى غطسك يعني شاطر يعني. يلا. طيب. ده 100. الله يخليك يا رب. اولا انا بشكرك لكذا سبب. اولا ان انا اتعلمت حاجات حلوه قوي في البودكاست، يعني فرق معايا في حياتي. 2 حضرتك مش بخيله خالص في المعلومات، ودي من الحاجات اللي انا احيانا بتتعبني مع الضيوف، لان في ضيوف يعني بيبقوا شاطرين فانا بقعد الف وادور عشان انت مش هتقبض في الاخر ولا ايه؟ لا ما بتقبضش. اوكي. ما هم لو عملوا لايك وشير هنقبض كلنا. انا عناية لحضرتك طبعا بدون اي حاجه، بس برضو حتى في ناس بتقبض وبتبقى بخيله. دي حقيقة. فهو حتى احنا دورنا حتى يعني دايما كنا بنتعلم كبودكاست دايما يعني ايه، حتى لو انا فاهم على الموضوع شويه ما بقولش رايي، يعني نسيب الراي هو اللي يطلع والفكر. انا شخصيا انا اقول لك رايي، يعني اول مره اعملها في بودكاست انا بشتغل. انا بقولش رايي لللايف كوتش، ولا بقول رايي لاخصائي نفسي، ولا بقول رايي للدكتور مثلا. انا يعني ليا وجهه نظر في حاجه هو بيقولها. انا شايف فعلا انا واحد من الناس بعد سن انا دلوقتي يعني حاجه و40 يعني. فبعد السن ده كان فعلا خروجي من عنق الزجاجه لبعض التفاصيل والصدمات الحياتيه اللي انا مريت بيها في حياتي. يعني ده طبيعي لان انا كراجل برضو مطالب مني ان انا انتج، وان انا ما حسسش ولادي ان في مشاكل وان احنا بنمشي والدنيا حلوه. مالهاش علاقه بالعلاقات، يعني دي حاجه شيء مالوش علاقه بالعلاقه ده في حياتي العاديه. لان انا راجل ايه ساعات ادي عطاء قوي فاحس ان الاخلاص ده مش قدامه حاجه، فلما باخد واحده بتوجعني. بس بحاول ما ببينش، بس بيتاثر معايا زي ما انت حضرتك قلت كده. كان حلها ان الواحد انا فعلا ليا خلوه معينه اسبوعيه او كل 15 يوم ما حدش عارف عني فيها حاجه. يعني بروح اي كان بقى مكان فين بعمل ايه بسوي ايه، خلوه حقيقيه. ودي من الحاجات ايا كان بقى، لو كان في كتاب الرجال من المريخ ولا مش عارف تفاصيل دي طبعا اللي هي نسيبه شغال. تمام انا تمام عدي اعمل حاجه. تمام. اللي هو الكيف يعني اللي هو الكهف بتاعنا. فانا لقيت ان فعلا ان التعامل مع الحاجات الطبيعيه زي الميه والصحراء والهواء ومحدش عارف عني حاجه حقيقيه غير ممكن تليفون بس معين للبيت لو يعني عند الضروره، ولا انا استشعرت ضروره رد ولا لا. اوكي حلو جدا حسب مزاج انا يعني كل حاجه ده. فلقيت فعلا ان الحاجات دي حتى لو انا ما كنتش بعملها بممارسه بمعناها زي ان هي ده علم طاقه حيويه بقى وتفاصيل كده،
هي فعلا بتشد من أزري يعني، وبتخليني فعلا باجي عايز أنتج. فضيت فضيت شحنة، فبتبقى مستعد ومستقبل لشحنات تانية. أنا حتى كمان كنت بدور أحيانا على بعض الأحاديث، حتى كنت بتلكك إذا كانت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كنت بتلكك إذا كانت موضوعة أو مش موضوعة أيا كان يعني، المهم موجودة، هم بيختلفوا بعدين بقى، بس سافروا تصحوا. يعني السفر فيه الصحة وفي العلاقات وفي إن أنت بتشوف وبتفكر وبتتأمل. يعني الناس ما بتبصوش في مثلا إن أنا لما ببص للبحر أبص له بس، أنا بخرج همومي كلها. طبيعة البصة ديت، وأنا باجي أرجع بقى، أنا خلاص أشيل شنطتي وماشي بقى، مش هاخد اللي ما اتحلش. دي حقيقة. يعني اللي هاخد اللي اتحل وامشي عشان خلصت، انا عايز اخلص. انت عارف اللي بتتكلم فيه ده اسمه conscious living. اي خدمه. يعني الراجل ده بيتكلم طاقه وهو فاكر نفسه انه مش عارف. اي خدمه يا جدعان. قلت لك الحديد بولي للحجز والتليفون الرقم الحديد بولي ولحم لامبولين حصل. اقول لحضرتك العقل الدماغ ده اهي. انا متكلف. اقول لك مكلفه ايه بقى؟ يجيب 40,000 جنيه قهوه. يا نهار ابيض، يا نهار شويه جل برضه باين. لا صار مظبط نفسي. حسيت الكل مش عايزها تطلع كلام، مش قلنا الكلام زي الفل. ده حصل والله. انا سعيده جدا والله. شرف ليا والله. وانا بس فعلا انا ممتن لعدم بخلك في المعلومات، ممتن لانك صبرت عليا في النقاش الملخبط ده. فانا يعني سعيد جدا. ولو حضرتك عايزه تقولي للناس حاجه اخيره اتفضلي. مش عايزه اقولي برضه. لا يعني انا والله ممتنه جدا للفرصه. يعني مستر محمد حقيقي يعني صبور جدا جدا جدا، ومواعيده جميله جدا جدا. ده حقيقي يعني، ده مش حاجه لا مش حاجه يعني مش حاجه فيك ولا حاجه، لا ده حاجه حقيقيه. والفرصه يعني ايه، على راي الفنان محمد منير، الفرصه بنت جميله راكبه عجله ببدل. فدي فرصه بوابه احنا فتحناها النهارده. اللي حابب يستزيد، اللي حابب يعرف، اللي حابب يدور جواه عن طريق المدرسة دي من خلال البودكاست الجميل ده، أنا موجودة. وأي حد هيجيلي من طرف مستر محمد سامي على راسي من فوق، وله معاملة خاصة في كل التفاصيل على راسي من فوق. ويعني هبقى سعيدة بكل استفساراتكم وكل أسئلتكم، أنا بستمتع بيها جدا جدا جدا، ونرد ونشوف الدنيا إيه. ولو في موضوع بخصوص الطاقة حابين نتكلم فيه، انا هبقى سعيده جدا لو احنا اتكلمنا فيه سوا. الله يخليك يا رب. اقول لك حاجه تانية ولا خلاص عايزه تمشي؟ لا يا نهار ابيض اتفضل. والله عايزين تمشي ولا حاجه يعني؟ اتفضل. لا تمشي غدا ولا مش؟ لا مفيش الفرصه بنت جميله راكبه عجله ببدال، شعرها بيطير قدامها، بيداري عليها جمالها. والايه العاقل لو يفهمها يتبدل بيه الحال. افسر لك حاجه صغيره فلسفيه بسيطه جدا. اي حد بيدور او بينبش في فرصه، يعني مثلا احنا مثلا 10 عايزين شغل، عايزين حاجه معينه، عايزين ندعبس ورا حاجه معينه، ننكش وندور وندعبس ونشقط، تمام. المشغول بيها بس للقطه. عشان كده هو ايه الفرصه بنت جميل، بنت ماشيه في الشارع راكبه شعرها بيداري عليها جمالها، وانا ما لفتتش نظري. هي ما خدتش بالي منها، هي معديه فشعرها كده ما خدتش بالي، ما شفتش جمال في حاجه. فانا كراجل مش مركز، مش مدور، مش مدعبس، مش عايز اكون احد، مش عايز المس نفسي من جوه، فخلاص هسمع ليه. عشان كده دايما انا بقول البودكاست اللي هو بيخص تنميه الذات بتاعنا ده للمهتم فقط، يعني اللي هو حابب فعلا. يعني لا فلوس دلوقتي بقت ليها لازمه، ولا بقت اي شيء مادي ليه لازمه. المعنويات يمكن هي اساس الماديات في اختراع الافكار حتى. يعني عشان انت تطلع فكره معينه تطلع دلوقتي بقت الحاجات الماديه ملهاش لازمه. يعني أو يعني انت دلوقتي لما مش حاسس نفسك، في ناس والله في ناس ما بتعرف تضحك. يعني الابتسامه هو بيبتسم لانه هو لازم هو الموقف ده مضحك، لان الاحساس معدي. يعني هو الناس بتنتشر عادي. يعني لو اي حد معانا كده جماعه هيبتسم ويضحك عشان سمع حاجه ده، بس هو مش فاهم اضحك ازاي اضحك من جوايا وانا لانه ما دورش خالص بالمشهد بتاع الفنان الكبير محمد منير. قول للناس باي باي. شكرا جدا. باي باي، اشوفكم على خير. باي باي.